سبحان من يحيي العظام وهي رميم. دخلت مرة على المستشفى وكان وضعها صعب كتير. دخلوها على العناية المشددة وكان وضعها كتير محرج وما في أمل إنها تعيش. والطبيب قال انتهت حلول الأرض وما بقى إنا إلا الدعاء. صار جوزها يبكي ويصرخ وهو ماسك إيدها بإيده ويقول للدكتور مشان الله اعمل شي، يا دكتور بدي مرتي تعيش ما بدي إياها تموت. قال له الدكتور الشغلة مو بإيدينا، بإيد رب العالمين. دماغها وقفت عن العمل والقلب بس اللي شغال عندها. وجوزها هون ما عاد استوعب الحكي وصار يصرخ ويقول أنا مرتي بس عمرها 40، حرام تموت، حرام تموت صغيرة، وولادي الصغار بستنوا فيها ترجع على البيت. يا دكتور بترجاك تحاول. قال له الدكتور أنا عملت اللي علي والباقي على رب العالمين. وبعد دقيقة بتفتح الزوجة عيونها بقدرة قادر، حركت شفافها وقالت كذاب عمري 39. كل ما افتح سيرة لجوزي أو قصة بيقول لي أنت النسوان بربع عقل، بيقول لي لا تكملي واسكتي، ناقصات عقل ودين. آخر شي عصبت منه وقلت له على أساس أنتوا أبو العقل الكامل المتكامل يعني؟ بربي ما بتعرفوا العقل إلا بكتاب العلوم. قال لي طيب اثبتي لي إذا نحن هيك. قلت له ماشي. وكل واحد منا انطعج ومسك جواله ودار وشه. مسكت جوالي وفتت على الفيس وصرت أبحبش بصفحته على الفيس. لقيته منزل موقع صراحة على الفيس، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة، كمان الكل منزل هالموقع، وحتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة. عملت ايميل تاني وفت له لجوزي على الموقع، كتبت له أنا معجبة فيك بس يا ريت تخفف من لحيتك شوي. وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار وكتبت له شو واثق بحاله شو قلبه قوي، قلبي بعضلاته دايب مستوي. وقلت له شايفتك من البلكونة. بعدين فتت على حساب أبو جوزي وكتبت له ليش ما عاد شفناك، ليه ما عاد رحت على الجامع، والله اشتقنا لك، المعجبة المجهولة. وبس خلصت سكرت نت ولفيت رجل على رجل. ما في 5 دقايق ترك جوزي موبايله ونط على المراية وصار يشوف بلحته اللي والله مو حلوة دقني ولا خففها أزبط. قلت له أنا لا خليها أحلى، وأكيد أنا عارف إنه ما رح يرد علي. ودغري راح على المراية خفف بلحته. المهم من بعد ما حلق دقنه وخففها أنا قلبت على ظهري من الضحك. قال لي ليش عم تضحكي؟ قمت فرجيته السكرين وقلت له أنا اللي بعت لك على الموقع، وفرجيته شو بعت للجيران وقلت له تعال نكفي السهرة على البرندة. طلعنا على البرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال على البرندة ونافخ عضلاته وعم يطلع يمين وشمال ومن كتر مشادد على حاله راح يطق. وشوي ولا بيطلع الحجي لابس قلابية بيضة وريحة البارفان واصلة على الطابق الرابع. قلت له شوف الحجي يمكن رايح على الجامع يشوف الطيرة. قال لي مستحيل، من ساعة صلى العشاء بالبيت. وبصوت عالي ناداه جوزي وقال له وين رايح يا حجي؟ قال له رايح على الجامع بدي صلي العشاء. قال له يا حجي من ساعة شفتك صليت. رد عليه عمي وهو معصب وقال له استغفر الله العظيم، بدي صلي مرتين، إلك عند عكاستي شي؟ وأنا طبعا فارطة من الضحك. السلفة المكيودة عليم الله لو شافت سلفتها مشنوقة بتقول نيالة عم تتمرجح، ومن كتر ما أنا مكيودة بتبخسم. إذا كانت سلفتك من هالنوع وعم تكيد لك كوني أنتي أذكى منها، حاولي تتقربي منها. وهيك نوع من السلايف ما بتنفع معاهم المجابهة والمخاصمة. أما السلفة الفسادة يلي ما بتضل بتم مفولة وبتموت عن نقل الحكي وما بتحب تشوف مركب ساير، هي خلي علاقتك معاها سطحية وخلي بيناتكم حدود. يعني لا تفتحي لها قلبك وتكرري لها كل شي صار بينك وبين جوزك، لأنه تاني يوم الحكي رح يكون واصل لبيت حماكي.